بعد 15 يوم بس من لقاء الدور الأول المؤجل من الجولة ال11 بيتجدد مرة تانية لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة ال28 من دوري نايل، واللي هيقام على استاد القاهرة الساعة 7 مساء يوم السبت القادم، ويذاع حصريا عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس. بيسعى الزمالك ومدربه جوميز في الفوز بكل المباريات المتبقية واقتحام المربع الذهبي بعد تلاشي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. ورغم ان سيراميكا في المنطقة الدافية وبعيد عن مراكز الهبوط، إلا أن مدربه أيمن الرمادي بيسعى لتحقيق أول فوز في تاريخ نادي سيراميكا على أبناء 100 عقبة، بعد ما كان قريب جدا من تحقيقه في اللقاء الأخير اللي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في لقاء شاهد جدل تحكيمي كبير بعد تغاضي حكم المباراة عبد العزيز السيد عن طرد مدافع الزمالك حسام عبد المجيد في الدقيقة 28 من الشوط الأول، في الوقت اللي كان الزمالك متأخر فيه بهدف مقابل لا شيء. تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري بيبدأ من موسم 21-22 واللي شهد صعود فريق سيراميكا كليوباترا لأول مرة للدوري الممتاز، والتقى الفريقين بعدها في 7 مواجهات في بطولة الدوري، وانتهوا جميعا بفوز الزمالك اللي نجح لاعبوه في تسجيل 16 هدف في شباك سيراميكا، في الوقت اللي نجح فيه أبناء أبو العينين في زيارة شباك الزمالك في 5 مناسبات. تابعنا على المستديرة عشان تعرف كل جديد وأهم وآخر الأخبار الرياضية في مصر والعالم. معانا على المستديرة مش هيفوتك خبر.